حلو قوي كده. في حاجة تانية كده كويس ولا كده؟ انا بقول كده كويس. السلام عليكم، معاكم خالد احمد، وجايب النهارده فيديو جديد. خليك عارف ان هدفي ان اخليك توصل لاهدافك وتحسن من حياتك بصوره مستمره. يلا بينا. استنى، ما تنساش تصلي على النبي. يلا بينا. هي الناجحه، المثمره، المنتجه ما بتجيش من يوم وليله، ولا هي بتعمل استراتيجيه معينه عشان تنجح تاني يوم. لا، هي بتيجي بعمل واجتهاد وشغل كتير قوي على الحاجة اللي انت عايز توصل له. علشان كده في عادات لازم تعملها عشان تغير حياتك. اول حاجة، لازم تكتب المهام بتاعتك قبل ما تنام، او على الاقل انك تذكر نفسك او تفكر نفسك هتعمل ايه اول لما تصحى. لازم يبقى عندك اولويات كده في الاول. نبدأ شغلنا على نضيف، مش يبقى يومك كله عشوائي وصاحي مش عارف تعمل ايه ودماغك متشتتة، او حتى عارف بس مش عارف الاولويات اللي انت تبدأ بيها. في ناس كتيرة بتقع في الموضوع ده، مش بتحدد اهداف واضحة خلال يومها، مش عارف تعمل ايه او مش عارف انك تبدأ بايه. رقم 2، النظافة. اكيد النظافة من الحاجة اللي المفروض ما نتكلمش عليها اصلا، عشان دي الحاجة الاساسية اللي المفروض نعملها كل يوم. بس دي حاجة أساسية المفروض أتكلم عليها، وناس كتيرة يعني ما بتديهاش اهتمام. أكيد أنت مش هتسمح بشغلك مش مترتب، أكيد أنت مش تسمح المكان اللي أنت قاعد فيه مش نضيف، أو مكان شغلك مش نضيف، صح ولا لأ؟ لكن لو حياتك أو شغلك منتظم، كل حياتك وأولوياتك مترتبة، كل حاجة هتمشي زي ما أنت عايز. وأنت كمان لما تشوف الدنيا كلها حواليك متنظمة وشغلك مترتب، الورق بتاعك مترتب، ده مش هيخليك متشتت. فاهم قصدي؟ فده عامل مهم جدا. رقم 3، لازم تعمل اي حاجة خير في حياتك، وخليك عارف الخير اللي انت بتعمله بيترد لك، حتى لو مش في ساعتها، حتى لو مش في رزق على طول او في شغل على طول، بس هتشوف الكلام ده قدام. هتلاقي ناس بتقف جنبك من غير اي مقابل، هتلاقي ناس بتحبك من غير اي حاجة لمجرد انها بتحبك، او ربنا برضو يوقف لك ناس في طريقك يساعدوك ويشجعوك، او ربنا برضو يبعد عنك ناس عايزين يؤذوك. بص، انت تعمل الخير ورمي البحر زي ما بيقولوا. ما تفكرش ربنا هيعوضك ازاي ولا تحسبها، عشان ربنا كريم قوي. مش شرط فلوس عشان تساعد الناس، حتى لو انت مش مقتدر ماديا، حتى لو بكلمة تفرح بيها حد، حتى لو بابتسامة، فكل حاجة دي بتفرق. رقم 4، لازم تصلي. ده مش لازم، ده إجباري. لازم تصلي. عايز تشوف توفيق في حياتك؟ صلي. عايز تنجح؟ صلي. عايز تنجح في شغلك؟ صلي. أنا عارف بيجي علينا وقت والدنيا بتلهينا، بس ده مش مبرر. طب بص لك بقى، خليك دايما فاكر وفكر نفسك انت جاي الدنيا دي ليه. رقم 5، يمكن أنا قلتها في فيديوهات قبل كده وهقولها تاني دلوقتي وهأكد عليها، لازم تتعلم حاجة بجانب شهادتك. سيبك من الناس اللي بتقول الشهادة هتعمل لك ايه، او اهم حاجة انك تجيب فلوس. يا ابني سيبك من الناس دي. الناس دي عايزين يطلعوا جيل فاشل، عايزين يعرفوه من الفلوس كل حاجة. الفلوس مش هدف، الفلوس غاية وليست هدف. طب خليك انت دلوقتي مش متعلم بس معاك فلوس كتيرة، ما تقارنوش بقى بشخص متعلم بس معهوش فلوس، لا قارنوه بشخص متعلم ومعاه فلوس. حتى شوفوا الفرق انتم من نفسكم، شوفوا الفرق. الشخص المتعلم ومعاه فلوس على سبيل المثال، شوفوا لما يجي يقعد في قعدة من طريقة كلامه الناس هتحترمه ازاي وكلام كتير. لكن هم بقى بيجيبوا المقارنات ازاي؟ بيجيبوا شخص مش متعلم ومعاه فلوس كتيرة بشخص معاه شهادة، عشان يقولك الشهادة هتعمل ايه. الشهادة هيقولك ما بتعملش اي حاجة. وما تسمعش لكلام السوشيال ميديا، كل الظاهر اللي بيظهر على السوشيال ميديا ده كذب، كذب. هم عايزين يوروك الظاهر، مش عايزين يوروك حقيقته. فما تحطش نفسك في مقارنات، خليك انت مع نفسك وركز على هدفك، وسيبك من اي حاجة. الفلوس عمرها ما بتعمل راجل، انت اللي بتجيب الفلوس. الفلوس ما بتجيبكش. يمكن الفلوس بتعمل سعادة، بس سعادة مؤقتة، بس عمرها ما بتعمل راجل، عمرها ما بتدي راحة البال. عشان كده الفلوس ليست هدف. اهم حاجة يا صاحبي انك تركز مع نفسك، اهتم بصحتك، اهتم بشغلك، اهتم بأي حاجة تفيدك. دور على مصلحتك. مفيش حد خايف عليك، مفيش حد هيخاف عليك
ولا هيقف جنبك ويقول انا هوصلك لحلمك. مفيش حد هيعمل الكلام ده، انت بس اللي هتعمل الكلام ده. انت اللي هتجيب الفلوس وهتجيب العربيات وهتجيب الشقه وهتجيب كل حاجه انت. بس بده لو مش متعلم اتعلم، طور نفسك، اتعلم لغه جديده، انزل الجيم، اعمل اي حاجه مفيده. اعمل حاجه واحده بس صح تبقى فخور بيها قدام نفسك، وخليك عارف ان محتوايا او الشعار بتاعنا ان خليك توصل لاهدافك وتحسن من حياتك بصوره مستمره. خليك اقوى نسخه من نفسك. ما تنساش تصلي على النبي.